السوق المصري عندنا بالذات في شوية عربيات كده معروف إن العربيات دي بتلعب في حتة لوحدها خالص. عربيات كده ما بتحسش بالخطر، ملهاش دعوة بالسوق أصلا ماشي إزاي. عربية تاخد تخفيض 100,000 ماشي، تاخد تخفيض 200,000 ماشي، ودي تفضل ماشية زي ما هي. لما تلاقي عربية من العربيات دي نزل عليها تخفيض اليومين اللي فاتوا دول 150,000 جنيه، تبدأ تعرف إن السوق فعلا رايح في اتجاه هبوط، وتعرف إن الأسعار فعلا بتنزل. وده كمان ممكن يفتح باب لعربيات تانية في نفس الفئات السعرية ممكن تنزل سعرها كمان الفترة اللي جاية. العربية اللي بتكلم عليها النهاردة بالذات التويوتا كرولا، ملكة الاعتمادية، العربية الياباني الجميلة اللي تكييفها تلاجة، المحبوبة وناس كتيرة جدا بتحبها. بس أنا في الفيديو ده مش جاي أقولك إن هي خدت تخفيض 150,000 جنيه خلاص. هنتكلم شوية كده عن العربية دي وبتقدم إيه بالظبط، وأشهر العيوب اللي قابلت ملاك العربية دي في كذا حتة، وهنشوف برضه سعرها في مصر بعد التخفيض اللي خدته ده يعتبر زيها زي سعرها بره ولا لأ. هندردش شوية كده في كذا حاجة. بس في البدايه كده لازم نتكلم عن واحد في بدايه القرن العشرين، يعني القرن اللي فات. الراجل ده تقريبا ساعتها كان عنده 20 سنه. الراجل ده اسمه ساكيشي تيودا، اخترع وقتها نول نسيج اوتوماتيك قلب صناعه الغزل والنسيج دي في اليابان كلها، وباع براءه الاختراع للنول بتاع الغزل والنسيج بتاعه لبريطانيا ب 100,000 استرليني وقتها. ابن الراجل ده بقى في 1933 قرر يدخل صناعه السيارات، خد الفلوس اللي ابوه باع بيها براءه الاختراع ودخلها في صناعه العربيات. الراجل ده كان اسمه كيشيرو تيودا، وجوه المصنع بتاع النسيج ده فتح حته صغيره كده لصناعه العربيات، وعشان يبقى النطق اسهل سماها تويوتا بدل تيودا. وفي 1936 بعدها ب3 سنين بالظبط عمل عربيه صغيره كده اسمها تويوتا اي. كان شبه العربيات الفورد وقتها بس بتصميم بسيط والناس حبتها ساعتها في اليابان. وزي اغلب العربيات واغلب الشركات العريقه، الحرب العالميه الثانيه كان لها تاثير مهم جدا وقتها. المصنع وقف الانتاج المدني خالص وركز على الانتاج العسكري. وبعد الحرب دي اليابان كانت بتمر بظروف صعبه جدا، البلد متدمره ومفيش فلوس ومفيش بنزين ومفيش اي حاجه، بس برضه تويوتا كملت. في 1950 بقى الشركه كانت على وشك ان هي تفلس خالص، بس اخترعوا نظام عبقري في الانتاج اسمه تويوتا برودكشن سيستم، وده ان هم ينتجوا العربيات بدون هدر موارد او هدر مواد خام كتير. وشركات كتير اتعلمت منهم النظام ده بعد كده. فتره السبعينات والثمانينات كانت فتره كويسه جدا، دخلت تويوتا بقلب مفتوح في امريكا وكانت تقريبا السوق الامريكي. وفي 97 تويوتا بالذات عرفت يعني ايه العربيات الهايبرد وهي المستقبل، ان العالم وقتها ما كانش جاهز لعربيات الكهرباء بنسبه 100%. وقدمت العربيه تويوتا بريوس، والعربيه دي حققت نجاح رهيب في اوروبا وامريكا. في 2008 تويوتا بقت رقم واحد عالميا، عدت كمان جنرال موتورز. تويوتا دلوقتي عندها 350,000 موظف، عندها شركه ليكزس دي العربيات العاليه، العربيات الرفاهيه بتاعت تويوتا، وعندها هايبرد وكهرباء هيدروجين وكل حاجه. جميله كرولا بقى اول انتاج ليها في السوق العالمي كله كان 1966، وكانت بتنزل وقتها بموتور 1100 سي سي. وطول عمر تويوتا بتلعب على العمليه. العربيه دي 4 ابواب بشنطه، كانت نازله عشان تبقى عربيه عائليه من الاخر. انا لو قعدت اتكلم على الاجيال بتاعت تويوتا لوحدها مش هنخلص. الجيل الاول في 1966، الجيل اللي احنا بنشوفه دلوقتي بقى اللي هو الجيل 12 اللي نزل في الاسواق العالميه امتى؟ في 2018. بس في عربيه كده لازم ما نعديش عليها، الجيل الثامن بتاع العربيه اللي نزل اول مره 1995 اللي كان اسمه تويوتا كرولا عيون. العربيه دي بدات وتدخل نفسها في منافسه مع العربيات اللي ايه الفخمه شويه. وطبعا ما حدش فينا يقدر ينسى الجيل التاسع اللي هي العربيه اللي الناس كلها عارفاها طبعا، اللي هي الكرولا 2005 2006 اللي كانت بتتباع بفتره قريبه كده. في العك اللي كان بيحصل في الاسعار ده 800,000 وارقام غريبه كده. المهم نرجع بقى ايه للكرولا الجيل 12، موضوع الحلقه النهارده. العربيه دي ظهرت في اول مره في الاسواق العالميه في جيمس موتور شو في 2018. نزلت بكذا اسم، اول اسم تويوتا اوريوس في تايوان، وتويوتا اليون في الصين، وتحالف مع سوزوكي كده نزلت في شرق اوروبا باسم سوزوكي سويس. بتتجمع بقى في كذا بلد، اليابان والبرازيل والصين وتايوان وتايلاند، وكمان في انجلترا وامريكا. بس النسخه اللي بتجيلنا هنا في مصر بالتحديد بتيجي متجمعه من تركيا. وتتصنف العربيه دي كومباكت كار او سمول فاميلي كار. والبادي ستايل بتاع العربيه نزلت باربع اشكال، عربيه سيدان، وعربيه هاتشباك، وعربيه ستيشن واجن، وعربيه كمان بانل فان. ودي كانت موجوده في انجلترا بس. مواتير العربيه اللي قعدنا نتكلم عليها مش هنخلص، انت معاك مواتير من 1200 سي سي لغايه 2000 سي سي. اما بالنسبه للترانسميشن او نقل الحركه، العربيه بتيجي بفتايس مانوال من 6 سرعات وفتايس ثانيه سي في تي. السي في تي دي بتشوفها في العربيات الهايبرد او في العربيات الاوتوماتيك العادي، والمانوال ده بنشوفه في العربيات البنزين العاديه. دلوقتي هنتكلم بقى عن فئات العربيه والتخفيض اللي خدته، وبعد كده هنتكلم ايه فرق السعر ده بين الاسعار عالميا، وكمان هنتكلم عن شويه عيوب كده قابلت الملاك العربيه. موديلات 2026 بتنزل مصر هنا معانا من 4 فئات. اول فئه فيها اللي هي فئه الاكتيف كانت بتنزل بمليون و300,000 جنيه، خدت خصم 150,000 جنيه بقى بمليون 150. كل العربيات دي بتيجي بضمان 150,000 كيلو او 5 سنين، ودي فتره ضمان كويسه مش وحشه. العربيات كلها بتيجي بموتور 1600 سي سي مع فتيس سي في تي. المنظومه دي بتطلع 120 حصان و154 نيوتن متر عزم. اقصى سرعه العربيه 190 كيلو، العربيه بتسرع من 0 ل 100 في 12 ثانيه تانية. انا مش هوجع دماغكم بابعاد العربيه، بس اقول لكم عن اهم حاجه، ارتفاع الخروج الارضي بتاع العربيه. ده بيهمنا اكتر حاجه عشان مطبات وكده. ارتفاع الخروج الارضي بتاع العربيه تقريبا 16 سم ونص. شنطه عربيه كبيره من الصغيره 470 لتر، وتانك البنزين 50 لتر.
التجهيزات بقى، اول فئه ل 150,000 جنيه دي مش هتاخد منها كتير، بس الحمد لله هتاخد انظمه امان معقوله. بنتكلم في 2 ايرباج اي بي اس اي بي دي، بنتكلم في كاسيت ولا شاشه ولا اي حاجه خالص، في مدخل يو اس بي واي او اكس، والحمد لله عندك ازاز كهرباء قدام وورا، وطبعا باور وتكييف وتظبط الازاز كهرباء والجو اللي احنا عارفينه ده. تاني فئه برضه اللي هي فئه الاكتيف، دلوقتي سعرها 1,250,000، اللي هي اصلا كانت ب 1,400,000. الفئه دي هتزيد معاك ازاز فاميه، حساسات ركن خلفيه، فوج لايت قدام، وهتشوف هنا كمان معاك جنوس عربيه. عايز تبدا تدلع شويه بقى، هتدفع 1,350,000 بدل من 1,500,000 قبل كده اللي هي موديلات 25. هتبدا اول مره بقى تشوف شاشه في التابلو، وهتاخد معاك مرايات ضم، سنسور بارك، والعربيه كمان هتزيد مثبت سرعه وستارت ستوب انجن. اعلى فئه فئه السمارت كان سعرها 1,650,000، دلوقتي سعرها 1,500,000. دي هتزيد معاك فرش جلد، فتحه سقف، حساسات ركنه اماميه، وبدل 2 ايرباج و4 ايرباج هتاخد 2 ايرباج في الجنب، وشويه كده تطعيمات بالكروم. بص عشان تبقى المقارنه مظبوطه، انا جبت سعر اول فئه في العربيه دي في امريكا وفي السعوديه وفي الامارات. سعرها في امريكا 26,000 دولار، وفي السعوديه 78,600 ريال، وفي الامارات 71,900 درهم. لو عملناها بسعر الصرف بتاع الجنيه المصري دلوقتي، يعتبر سعرها بالنسبه للسوق الامريكي 1,250,000 جنيه، وبالنسبه للامارات يبقى سعرها 925,000، والسعوديه 990,000. انا كده حاسب على سعر صرف دولار 47.5، وريال 12.59، ودرهم 12.85، يعني نفس اسعار الكوريدور بتاع البنك. فانا شايف كده ان سعر اول فئه بالشحن بالنقل بمكسب التوكيل بالضرايب اللي عندنا، اللي الضرايب عندنا في مصر عاليه شويه، يعتبر مش وحش خالص. 1,150,000 يعتبر كويس جدا بالنسبه لاسعار العربيه دي بره. هنتكلم في عربيه ولا مبادره ولا اي حاجه، انت بتدفع بتجيبها من التوكيل، بتاخد عليها كمان ضمان محلي 5 سنين او 150,000 جنيه. دلوقتي بقى هنتكلم عن ايه فقره الساحر، فقره العيوب. عربيتي طبعا موجوده في العالم كله من زمان الزمان، بس انا هركز على الموديل بتاع 2018. في امريكا ظهرت شويه مشاكل بسيطه كده في فتيس السي في تي من موديلات 2019 2020، كان في نتشه خفيفه كده بين الان والدي. في كندا ظهر عيب ما يحزناش اصلا، هو عيب بسبب الهيتر، العربيه ما كانتش تسخن قوي عشان خاطر عندهم الجو تلج، فما كانش بتدفي الناس جوه قوي. طبعا احنا في بلاد حاره مش فارق معانا الكلام ده. في استراليا الناس كانت بتشتكي ان الفرامل بتتاكل بسرعه عشان خاطر الطريق عندهم اغلبه تراب، فده كان بيخلي الفرامل تتاكل، دي برده ما تهمناش. المانيا حصلت مشاكل في الموتور ال 1400، بما اننا بينزل لنا موتور 1600 فمش فارق معانا برده. في الهند الناس بتقول ان عزل العربيه كان ضعيف شويه، كان بيسمع الاصوات الخارجيه، بس انا احب اقول لكم ان الهند اصلا انت لو ماشي في عربيه مصفحه برده تسمع الدوشه بسبب الناس اللي حواليك، الهند اصلا من بلاد الزحمه جدا. اما في الفلبين فناس اشتكت ان في حراره شويه بتطلع من فتيس السي في تي، ونفس العيب ده برضه اشتكوا منه ناس في السعوديه، وخصوصا مع الايام اللي فيها درجه حراره عاليه فوق ال 45. وفي مصر عندنا بلادنا الحبيبه ناس اشتكوا ان في اصوات بتيجي من المقصات، وان العفشه بتاعت العربيه ناشفه حاجه بسيطه. وفي الامارات ناس اشتكت من ترمبه الميه ان في بيحصل فيها شويه مشاكل بسبب درجه حراره عاليه، وتتغير بعد تقريبا 100,000 كيلو. وفي اليابان حصلت مشكله بسيطه كده، حساسيه الاكسجين برضه مالهاش دعوه بيها. طب الكلام ده يقول ان العربيه دي فيها عيوب جامده جدا؟ لا، انا شايف ان لا. فتيس السي في تي بتاع تويوتا وبتاع الماتسوبيشي لانسر يعتبر من انجح فتيس السي في تي اللي نزلت اصلا، ودرجات الحراره العاليه قوي اللي بنتكلم عليها سواء في السعوديه او في الامارات او في الفلبين دي ما بنشوفهاش عندنا. والعربيه فعلا مميزاتها بالنسبه لعيوبها اكتر بكتير. احنا بنتكلم عن عربيه عائليه منتشره، قطع غيارها تعتبر معقوله، مش هقول رخيصه عشان عربيه قطع غيارها غاليه مش رخيصه، واللي بيهمنا في الدول الحاره ان التكييف بتاعها يعتبر ممتاز، وانا شايف ان سعرها بعد التخفيض اللي خدته ده يعتبر سعر ممتاز. بس نصيحه مني بقى، ما تجريش تجيبها وخصوصا باوفر برايس، عشان كل جنيه تدفعه في الاوفر برايس مش راجع اصلا. وبس ده كان كل حاجه النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام.